حكاية فيلمنا بتبدأ في نيويورك في أمريكا. هنبتدي مع ستو اللي بيشتغل في الدعاية وشاطر جدا في شغله، بيعمل علاقات مع كل الناس، مشهور جدا بكلامه الجميل. ستو مرة ماشي في شوارع أمريكا هيقرر إن هو يدخل لكابين التليفون موجودة في الشارع العام، كل ده عشان يخون مراته. بيتصل بحبيبته وبيخلع الدبلة بتاعت مراته، وبيتفاجئ ان في دليفري جايب له بيتزا، وبيستغرب جدا ستو انت جايب لي البيتزا هنا ازاي؟ انا بتكلم في كابينه عموميه. عامل البيتزا يرد عليه ويقول له الاوردر معمول على هنا. ستو هيديله $5 ويقول له كلها انت، لكن يمشي من هنا بعد اذنك. وهيكمل كلامه مع حبيبته بام، وهيبتدي يقول لها ان في واحد كان بيحاول يوصل لي بيتزا هنا، وانا محتاج ان انا اقابلك قريب في اقرب اوتيل. وهيبتدوا ينهوا مع بعض المكالمه. ستو هينهي المكالمه مع بام، لكن هتحصل المفاجاه. هيتفاجئ ان التليفون العمومي بيرد وهو بيضحك، واللي بيكلمه بيقول له انت ليه ما خدتش البيتزا؟ هتصبرك على اللي كنت هعمله فيك. انا بستمتع جدا وانا بشوفك من فوق، وانت عندك جرائم كتيره جدا يا ستو هيبتدي يستغرب، انت ازاي عارف اسمي؟ قال له ده انا كمان هتصل بمراتك كيلي دلوقتي. والمكالمه بتفصل وستو بيحاول يتصل بيه تاني لكن ما بيعرفش، وبيخرج يبص لفوق لكن هيتفاجئ ان التليفون بيرن مره تانية. هيقرر ستو ان هو يرجع ويرد، عايز يكمل الحكايه وعايز يعرف مين اللي بيكلمه. قال له انت ممكن تكون كلمتني بالغلط. لا، اللي بيكلمه بيتفاجئ معاه ان هو بيتصل ببام، وكمان مشغل السبيكر وبيسمعه اللي بيقوله لها، وبيقول لها ان ستو متجوز، وان هو مش عايز منك اي حاجه، وان هو مش بيحبك ومخبي عليكي كل ده. ستو بيحاول يقول لبام الحقيقه وبيحاول يبعده عنها، لكن طبعا مش عارف يكلمها لانه فاصل صوته. ستو بتحصل له مضايقات كتيره جدا من الناس اللي موجوده في الشارع عايزين يدخلوا للكابينه. ستو هيبتدي يكلم مراته يقول لها لو جالك اي اتصالات النهارده اوعي تصدقي اي حاجه ممكن تتقال. ستو في اثناء ما بيتكلم كيلي اتلمت عليه ناس كتير جدا وعايزين يخرجوه. خرج من الكابينه وهو غضبان وبيحاول ان هو يزعق لهم. بيبتدي يبص هو الراجل ده موجود فين، وهيحاول كمان ان هو يبص في كل الاماكن العاليه اللي حواليه، وقال الشرطه ممكن تيجي هنا في اي وقت. لكن كان في لعبه جنب ستو قناص ضربها. ستو هيتفاجئ ان محدش حس بيه. البنات اللي كانت بتحاول تخرجه راحت نادت واحد كبير صاحب اللعبه، جه وبرضه نفس الكلام، خد $10 هو كمان عشان يبعد. القناص بيعجبه اللي عمله ستو، وقال له اتفرج ودلوقتي وانا بعمل القنص عليك ممكن اموتك في اي وقت، وانا موتت ناس كتير قبل كده كانت مشهوره بكدبها. وستو ابتدى يفتكر الناس دي وعرف ان هو فعلا في خطر. لا، الراجل جاي ومعاه البنات اللي كانت بتحاول تضايقه، هيحاول يديله $120 عشان يسيبه في حاله، لكن الراجل هيعترض عشان هو عايز الفلوس دي تبقى بمدة معينة. هيحاول يكسر الكابينة دي على ستو، هيتعصب جدا لدرجة انه راح يجيب عصاية البولينج وبيهدد ستو بيعدله. بيكسر الكابينة على ستو، والقناص بيقول له ستو انا ممكن اساعدك في اي وقت بس انت قول بس نعم. وفعلا بيضرب النار على الراجل ده اللي اسمه ليون اللي بيقع على طول، والبنات بتتجمع عليه وبيبتدوا يصرخوا وبيقولوا ان ستو اللي عمل كده. ستو بينزل لتحت وبيطلع تليفون من جيبه صغير وبيحاول يتصل بالشرطه، وبيقول لهم كمان بطريقه غير مباشره ان هو بيتهدد وان في قناص بيكلمه. والشرطه طبعا مش هتصدقه. اتفاجئ ستو ان القناص بيضرب عليه نار، عوره في ودنه وقال له اوعى تخدعني مره تانية يا ستو، انا شفتك وانت بتكلمه. الشرطه بتيجي للمكان بقياده الكابتن ادم رامي، وطبعا كل البنات اللي موجوده بتقول له ان ستو هو اللي قتل الراجل ده وهو اللي قتل ليون. ادم رامي بيقرب له بيقول له انت بتكلم مين؟ بيقول له بكلم الدكتور النفسي بتاعي ولو سمحت اطلب لي محامي. ستو ذكي جدا بيحاول ينبه الكابتن ان في حد بيكلمه. هتيجي زوجته تقول له احنا ما عندناش محامي ولا عندنا دكتور نفسي. فطبعا دي كلها كانت محاولات من ستو للكابتن، وهيبتدي يقول لهم ان دي ممثله فاشله وانها مش مراتي ولا حاجه. طبعا ده من خوفه عليها وعايزها تبعد من المكان. وكيلي كانت بتحاول تساعده وبتبتدي انها تتكلم معاه، والظابط قال لها لو ما عندكوش محامي فعلا فلازم تجيبوا له محامي. هيبتدي ينادي عليها يقول لها كيلي انا كنت بكلم ست تانية وكمان انا على علاقه بيها وانا ما كنتش مهتم بيكي وسامحيني. طبعا القناص اللي كان طالب منه كده وقال له انا خدعتك ومش هسيبك تمشي. طبعا ستو بيغضب وبيخرج بره الكابينه وبيقفل التليفون، لكن اتفاجئ ان السلاح اللي موجود مع القناص بتنشل على كيلي. بيزعق جدا فيها وبيقول لها ارجعي لورا ولازم ارد على التليفون. على طول الضابط فهم القصه وقال له رد على التليفون ده وارجعي يا كيلي لورا. هنا هيبتدي الراجل يكلمه تاني القناص ويقول له انت غضبتني جدا بس انا هسامحك، في سلاح موجود قدامك حاول تاخده موجود فوق الكابينه. هيبتدي ستو قال له انا لو قربت من السلاح ده هيضربوني. في اللحظه دي بتيجي بام وبيقول له هنا الامر ازداد اثاره، اقتلك بام ولا كيلي؟ ستو هيعمل نفسه بيجيب الخاتم وهيطلع تليفون من جيبه
وهيحاول يتصل بكيلي من غير ما القناص ياخد باله. كيلي على طول بترد وبتاخد التليفون وبتجري على كابتن ادم وبتقول له ان ستو بيكلمني. ادم بيسمع صوت القناص اللي موجود معاه ويطلب من كيلي انها تدخل سيارة الشرطة عشان يحميها، وفي نفس الوقت بيطلب من جميع الرجالة بتاعته انها تنتشر في المكان، وطلب قناصين وهيروح يطمن ستو ويقول له ان احنا بنحاول نجيب المحامي بتاعك. ستو فاهم ان الكابتن ادم بقى فاهم القصة، وهيبتدي يعتذر للناس كلها ويعترف لادم ان هو شخصية ضعيفة اللي هو المساعد بتاعه، ويعترف لبام ان هو ما كانش بيحبها ولا حاجة، وانه كان بيضحك عليها، وان هو بيحب زوجته جدا وكان بيخلع الخاتم بتاعها بمجرد ما بيحاول يتصل مع بام او يكلمها، وان هو بيحبها جدا ومش قادر يسيبها. وقال للقناص انا ما عملتش كل ده عشانك، انا كنت عايز اعرفها الحقيقة مش اكتر من كده. هيبتدي الكابتن ان هم يتبعوا المكالمات اللي حصلت النهارده لكيلي وعرفوا مكانه. ستو بيفرح جدا وبيهدد القناص وبيقول له ان هم جايين لك دلوقتي وانت مش هتقدر تهرب منهم. قال له انا هقتل لك كيلي. وهنا ستو بيتنرفز وبيخرج بيوت كلمته المشهوره جدا في الفيلم، وعلى طول بيمسك المسدس. بيتفاجئ ان فيه رصاصه بتجيله، لكن الرصاصه دي كانت رصاصه مطاطيه من رجال الشرطه اللي طلعت لقت ان الراجل ده مقتول وان هو قتل نفسه قبل ما يوصلوا. وقال له ما تخافش. الكابتن بيقول لستو دي رصاصه مطاطيه واحنا قلنا نعمل كده عشان تخرج سليم من كل ده قبل ما القناص يقتلك. جابوا القاتل مقتول. ستو قرر ان هو يشوفه. بيتفاجئ ان هو عامل البيتزا اللي جاله قبلها ب10 دقايق، بياخد مخدر عشان يركب عربيه الاسعاف وعشان يودوه المستشفى. بيتفاجئ ان في حد موجود جنبه بيكلمه وبيقول له انا اسف بشأن راجل البيتزا، انا علمتك ان انت تكون صادق وما تكذبش تاني واتمنى انك ما تكررهاش. وهو ده كان نفس صوت القناص اللي كان بيكلمه. وبيقول من المضحك جدا انك تسمع صوت تليفون في الشارع وترد عليه. ودي كانت نهاية حكايتنا مع ستو.